بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هذه غايبة عندي بزاف، ما حطيتش لي فيديو. راني توحشتكم بالبزاف، ان شاء الله نتوما تانيك تكونوا توحشتوني كيما توحشتكم. راح نرجع لوصفاتي كيما موالف. واليوم جبت لكم هذه الوصفة، ان شاء الله راح نديروها مع بعض. لاول مرة تشاهد القناة نتمنى انها تشترك وتفعل الجرس به كل جديد يوصلها. ودرك نبدو في الوصفة مع بعض. الوصفة بزاف بنينة، ما فيهاش بزاف مكونات البنات. راح هنا درت الكأس الاول تاع الفارينة، نزيدو الكأس الثاني، ونزيد الكأس الثالث، ونزيد الكأس الرابع، ونزيد الكأس الاخير الخامس. راح نستعملوا نفس الكاس. انا هنا درت نصف كأس من الزيت، قرب نصف كأس من الزيت، ونضيف لها نصف ملعقة كبيرة من خامرة الخبز، ونزيد نضيف لها ملعقة كبيرة من السكر، ونضيف لها ملعقة صغيرة من الخل. نخلط جميع المكونات، وبعد ما حكيت الفارينة مليح مع الزيت نضيف لها الماء تدريجيا ونلم العجينة نتاعي. ومرة على مرة نضيف لها الماء حتى نتحصلوا على عجينة طرية، تكون طرية. ودرك راح ندلكها لمدة 5 دقائق. وهنا بعد ما دلكتها لمدة 5 دقائق نخليها تخمر، ونفوتو نديرو لافارس. هنا قطعت 2 بصلات يكونوا موايا، وكما راك تشوفوا راني نقلي فيهم على نار متوسطة. هنا ضفت شويه نتاع الملح وشويه فلفل اسود، ونخليها تدبال معنا مليح مليح. ومن بعد راح نضيف لهم 2 طماطم، ماشي اوبليجي ديري اللحم ولا كفته ولا غير بالشي اللي يكون عندك، وراكي درتي حشا لوليداتك. هنا ضفت 2 حبات طماطم تانيك يكونوا موايا، ونخليهم يتقلاو مليح مع البصله. وها هي معكم هنا بعد ما طابت لي ضفت لها ملعقه كبيره من الجبن، اي جبن يكون عندك، ولا كان عندك الجبن المبشور يكون احسن. انا ضفت الجبن مادامها سخونه باش يذوب معانا. وها هي معايا العجينه هنا بعد ما اختمرت معانا. انا كنت هنا مغطيتها بكيس بلاستيكي، نتوما تانيك لازم تغطوها. راح نقطعها، راح ندير 6 تاع ليبول، ونحاول نديرهم قد قد. شفتوا البنات الوصفة ما فيهاش حليب، ما فيهاش بيض، ما فيهاش مكونات اللي تعجزي باش ديريها، راهي سهلة. لميناها بالماء كما شفتوا، وما فيهاش لحم، ما كانش كفتة، والبنة نتاعها روعة والله. بناتي عجبتهم، حتى الزوج نتاعي عجباته. نخليهم لمدة 5 دقائق، ومن بعدها نحلهم بالحلال. نحلهم على طول. نجيب الحشو نتاعي ونحط برك في الجوانب. ونبلع كما راكم تشوفوا. طريقة راهي سهلة البنات، واي وحدة تقدر تديرها. بعد ما
كملتها نغلق عليها من التحت ومن الفوق باش ما تخرجش معنا الحشوه. انا البلان تاعي هنا راني دهنته، ونحط العجينه نتاعي هكذاك كما راك تشوفوا، ونروح نخدم الثانيه بنفس الطريقه. واللي يكون عندها فرماج رابي تبغي تستعمله تقدر تستعمله، ولا فرماج عادي يزيد لها في القو. وحنا البنات كما شفتوا راني ضفت لها الفرماج، هذا الشيء يبقى اختياري. وها هما معاكم بعد ما كملتهم كما شفتوا غير بيديا، وراني نحل فيهم باش يجوا مع بعض، ونخليهم يختمروا لمدة 10 دقائق، ومن بعدها ندير لهم صفار البيض. هنا ندير لهم صفار البيض. نتمنى البنات تشجعوني باش نستمر اكثر واكثر ان شاء الله يا ربي. هاد المره نبقى ندير لكم لي فيديو لا بغى خطره في الاسبوع، المهم ما نقطعش ان شاء الله يا ربي. وكل واحد وظروفه، كاين اللي يكون عنده ظروف. الحمد لله. بعد ما كملت البنات البيض راح ندير لها سانوج. ونديرها طيب على 220 درجة، نديرها طيب من التحت، ومن بعد نشعل عليها من الفوق. هنا راني بالموس نقطع فيها، وراح نرجع لكم بعد ما تطيب معنا ان شاء الله. وها هي معكم البنات هنا بعد ما طابت لي خليتها بردت شويه. راح نزيد نحاول نفتحها، هذوك الفتحات اللي درتهم. انا في الحقيقه البنات راني ريجيم وهكا كليت معاهم. ان شاء الله راح ندير لكم وصفات صحيه ان شاء الله يا ربي. وراح نقطع معكم حبه تشوفوها كيفاه جات. واللي تبغي دير فيها كفته ولا لحم ولا داك الشيء اختياري، تجي تانيك بزاف بنينه. وهاي معكم من الداخل كما شفتوا تجي خفيفه ما تجيش معجنه. ودرك ما عليا غير نقول لكم تهلوا في رواحكم، في الملتقى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.